خليك معايا بقى عشان اقول لك لما تروح شغل جديد زي ما قلت لك الفيديو اللي فات هتعمل ايه. بص، انت اول ما تروح شغل جديد هتبقى متقسمه شله طارق كابو اللي بيهزروا وبيضحكوا، الشله الروشه وبيقولوا نكت انت مش فاهمها لان انت لسه بادئ معاهم شغل ومش فاهم اي حاجه، وشله تانية بتاعت الشيوخ اللي بتكفر شله طارق كابو، انت مالكش دعوه بيهم. انت حط لسانك جوه بقك، هتقعد بس تركز وتسمع من غير ما تبدي ارائك ولا تقول اي حاجه لمده 3 شهور. ممكن الفتره دي تقل، هقول لك ليه بقى. ان انت ممكن تحط لسانك جوه بقك وما تتحزبش وما تروحش لاي شله وما ترميش الدعابه، لان انا عارف طبعا ان انت حسك الدعابي عالي وحضرتك جدك اصلا سعيد صالح. هترمي الدعابه بقى لشله طارق كابو عشان يسقفوا لك وتاخد مكان طارق كابو وتبقى الموظف الروش وتبقى صاحبنا ونتصل بيك الصبح ونقعد على القهوه. استنى، ما تعملش اي حاجه شهرين 3 شهور، انت ما بتعملش اي حاجه خالص. الفتره دي هيجي لك واحد يبقى عايز يعرف مرتبك، يجي بقى يرمي نفسه على الكرسي جنبك كده ويعمل نفسه مهموم ويقول لك والنبي يا كابتن معكش 10 خمستين، اصل انا بقبض 4 5000 جنيه بالشهر مش عارف يعملوا ايه، انا عايز اعرف مرتبك بس بشكل غير مباشر. قول له يا عم انا ارزقي، انا المدير اللي بيجود عليا بيه كل اول شهر باخده بحط الجزمه في بقي. هيجي واحد تاني يعرفك على الناس بشكل غير مباشر في الشركه، يقول لك ده مستر اسماعيل. مستر اسماعيل ده بقى ملطوط مع استاذه سهير بتاعه الاتش ار في عيل بالحرام. قول له يا عم ربنا يبعدنا عنهم، ماليش دعوه، انا كده كده مش هكتب الواد باسمي يعني من الاخر. وبرضه مالكش دعوه وما تديش اي انطباع لاي حد وما تفتحش اي كلام يفتح مواضيع، قفل كلام على قد الاجابه شكرا. حضرتك بقول لك ليه بقى الكلام ده؟ اعمل زي ميسي. ميسي ممكن يقف في الماتش 10 دقائق لربع ساعه حاطط ايده في وسطه في نص الملعب وما بيعملش اي حاجه، بس قاعد مركز مين حلو مين وحش، مين بيدي معلومه ومين ما بيديش معلومه، عشان لما اروح اطلبها منه ويرفض ما بقاش بتذلله. مين لما بيتعصب بيعمل ايه وما بيعملش ايه، مين لما بيبقى كويس بيعمل ايه، مين ليه لازمه ومين ملوش لازمه، مين ليه تاثير ومين ملوش تاثير، وكل ده وانت حاطط لسانك جوه بقك انت بس واقف بتتفرج. ليه بقى بقول لك الكلام ده؟ بقول لك الكلام ده عشان اول ما تروح الشغل حضرتك هتلاقي نفسك من غير ما تفهم بتتحزب، بتروح ناحيه ناس معينه، الناس المعينه دي بتكون عداوه مع ناس تانية. مش لازم الناس دي تكرهك ومش لازم الناس التانية تحبك. فانا بقول لك ليه بقى تبقى زي ميسي، تقف تتفرج الدنيا معاك تمام، تعرف بقى يا صاحبي في الوقت ده من اين تؤكل الكتف، انا امتى هجيب جون. الفتره بقى اللي حضرتك حاطط فيها لسانك جوه بقك دي، في حته تانية او جنب تاني حضرتك بتكون فيه صداقه، الا وهي مين؟ الا وهي الاوفيس بوي. ليه بقى الاوفيس بوي؟ لان كتير من الناس صحاب الاعمال بيغلط غلطه معينه، الا وهي اللي بيدخل اوفيس بوي بيته، والاوفيس بوي بيلف على المكاتب كلها. فالاوفيس بوي يقول لك مين حلو مين وحش، مين بيعمل ايه مين ما بيعملش ايه، يقول لك ده الراجل صاحب الشغل جلده مش جلده، لا خير لا مش خير، الحاجات دي كلها، وطبعا من غير ما تديله اي اراء ليك برضه وانت قافل بقك. شوف بقى هتعملها ازاي. في الفيديو الجاي هقول لك ازاي تكتشف العصافير اللي معاك في الشغل، والفيديو اللي بعده هقول لك ازاي تتعامل مع العصفوره بشكل صح.